السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل سؤال واحد بس كده ومهم، هو ايه اللي بيميز شخص عن شخص؟ اللي هو الشخص ده ينجح والشخص ده يخرج من مجال هو أصلا ما كانش حابه في الأول، بس بعد كده بيثبت في المجال اللي هو محتاج يتكلم عليه عشان يقدر يحدد هو محتاج ايه. يعني انت مثلا دلوقتي عندي واحد كده بيقدر مثلا هو شغال في مجال معين وعايز يروح في مجال تاني، هيحددها ازاي؟ هينجح ازاي؟ هيمشي بأني طريقة تساعده اللي هو يوصل للي هو محتاجه؟ كلها عناوين كتير وكلها اسئله كتير، بس لحد دلوقتي احنا مش لاقينا اجابه. يعني انت مثلا دلوقتي ممكن تيجي تحكي عن الثقه بالنفس من اهم العوامل الاستراتيجيات اللي هي ممكن تؤديك الى مرحله النجاح، ومن اهم عوامل الاستراتيجيات اللي مهمه تؤديك الى الفشل. انت اللي عليك بس كله تعمل حاجه اسمها السيلف ديفنس، اللي هي عباره الثقه بالنفس، اللي هو التحكم في قدرتك، التحكم في انفعالاتك، التحكم في ميولك، التحكم في قدراتك، كنترول ذا تشالنج، والتحكم في تحدياتك. العبارة كلها والموضوع كله ان انت محتاج تفكر بطريقة معينة تساعدك اللي انت تتجاوز كل الحدود الصعبة، تتجاوز كل الحدود المفرطة، عشان تقدر تحدد اللي انت عايزه وتقدر تحدد اللي انت محتاجه. يعني انت مثلا دلوقتي واحد بيمر بمشكلة وده بيمر بمشكلة، الثقة بالنفس هتيجي من انهي ناحية؟ هتيجي من انهي جنب؟ هتيجي من الجنب ده؟ طب هتيجي من ده؟ طب هتيجي من ايه؟ الثقة بالنفس من أهم العوامل اللي ممكن تساعد الإنسان وتساعد الشخص على تجاوز جميع الحدود وتجاوز جميع الظروف والبعد عنها. ليه؟ تعال أقول لك ليه. دلوقتي انت هتجيب شخص مثلا بيدرس او شخص معلم مستمع منك اللي انت ممكن تؤديه لحاجة تفيده او تبعد عن اي حاجة تنجحه. يعني مثلا دلوقتي انا شخص اسمي مؤمن محمد، بقدم محتوى تعليمي، اللوجو بتاع القناة العبقري واخترته بعناية. دي حاجة، مع اني ما عنديش مشتركين كتير بس بشتغل واحد، بعمل اتنين، بعمل تلاتة، لما حد انا ما الناس كلها تشوفني. يعني انا ممكن اطلع اكلمك، انا بكلمك بوش بس انا مش عايز انا عايز يكون في اشاره الهام ووحي ما بيني وما بين المشاهد اللي مشرفني في قناتي وبيتفرج عليا. يعني انا مثلا دلوقتي عندي 630 مشترك، ليه مش قادرين يزيدوا؟ لان انا ممكن اكون عندي نواقص، بس انا بحاول اقدر وبستفاد على اللي انا عاوز اعمله عشان عايز ادعم الناس. بس عندي حاجه بتميزني، انا واثق في نفسي، شخص عنده ثقه في نفسه. يعني انا مثلا دلوقتي لما انت تكون شخص عندك ثقه في نفسك وانا عندي ثقه في نفسي، هنخش احنا الاتنين مع بعض تحدي تشالنج، مين هيكسب انا ولا انت؟ الله اعلم، بس احنا الاتنين هنطلع اعلى المرتبات بسبب حاجه واحده، اللي احنا عندنا الثقه بالنفس. طب انا دلوقتي داخل لعبه خسرانه مع شخص اصلا هو ما عندوش ثقه بنفسه وانا عندي ثقه بنفسي، انا كده كده هكسب وانا حاطط رجل على رجل. عارف ليه؟ حتى لو محدش بيحبك بس انت واثق في نفسك. الثقة بالنفس من أهم علامات النجاح، الثقة بالنفس من أهم علامات النجاح. وأنت عشان تبقى ناجح وأنت عشان تبقى ملهم لازم تكون، يعني تيم الإعداد اللي معايا لازم كل واحد فيهم هو عارف هو بيعمل إيه. ده واثق في نفسه، أنا واثق في نفسي، ده واثق في نفسه، فاحنا بنحاول نجمع بعضينا على قد ما يمكن واكبر ما يمكن بحيث ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه للناس كلها. يعني انت دلوقتي موضوع الالهام، موضوع الوحي، موضوع المشاهدين كلهم، انت بتعمل ده وانا بعمل ده، انت في الاخر هتحتاج ايه من ده وانا هحتاج ايه من ده. الحوار بسيط خالص. انت الثقة بالنفس بتاعتك مهمة جدا، تؤهلك اللي انت تنجح في جميع مجالات حياتك، شغلك، مستقبلك، تالت حاجة دراستك وتعليمك وحياتك الجامعية، اللي هي فترة ممكن الناس تقول عليها فترة كويسة بس هي فترة وحشة بعد الأحيان. بخلص ثانوية عامة لازم أدور على شغل عشان أحسن دخلي، أساعد أهلي، أساعد نفسي وأصرف على نفسي. يعني مش زي بتاع بابي ومامي اللي بابا عنده شركة عقارات في الخليج، ده بابا مشغل عنده 6000 ريل استيت، مجال تسويق العقارات والحاجات دي كلها. انت مالكش دعوه بالحاجات دي كلها لان انت اصلا مش مجبر ولا هو عارف هو الفلوس دي جابها منين. اي راجل رائد اعمال في مصر هو مبداش مشروع صغير، هو لا تاجر في المخدرات لا سرق لا تاجر في الاثار. فانت مالكش دعوه بالناس دي كلها، انت عندك ثقه في نفسك وكلام من القلب، ده كلام من القلب للقلب بجد. الثقة بالنفس من أهم عوامل النجاح ومن هي أهم النقاط الرئيسية. ذا مين ايديا، الفكرة الرئيسية بتاعت النجاح الثقة بالنفس معروفة. انت تشغل دماغك تعرف انت محتاج ايه
والموضوع كله بسيط. واهم حاجة لو انت وصلت نهاية الحلقة ما تنساش الاشتراك. وانا بقدم محتوى تعليمي، ثقة بالنفس، يا رب اكون فدتكم، وان شاء الله نكمل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.